لو قلتلك إن حياتك النهاردة مش نتيجة قرار واحد ولا لحظة شجاعة ولا حتى موقف صعب، دي نتيجة مئات التفاصيل الصغيرة اللي عدت عليك وانت يمكن ما حسيتش بيها. الحاجات اللي بنعملها من غير ما نفكر هي دي اللي بتصنع مستقبلنا، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة من خلال قانون التراكم. وده يا صديقي القوة اللي بتغير مصيرك بالتدريج، وده برضو على أنواع. أولاً، التراكمات الإيجابية، وده فعلا يا صديقي الطريق اللي بيرفعك، وده برضو على أنواع. واحد، تراكم الإنتاجية. جرب تعمل مهمة واحدة زيادة كل يوم، مش لازم تكون كبيرة، المهم إنها تتعمل باستمرار، ومع مرور الوقت هتلاقي نفسك أسرع وأهدى وأقوى، ومخك بيتحرر من القرارات الصغيرة وبيفضل الحاجات اللي بجد تستاهل. اتنين، تراكم المعرفة. صفحة واحدة في اليوم، فكرة واحدة بس، كل كتاب بتخلصه وكل كلمة بتتعلمها هي حجر أساس في بناء شخصيتك وفهمك. العباقرة ما اتولدوش عباقرة، دول ناس فضلوا يتعلموا شوية شوية. وارين بافيت كان بيقول المعرفة بتتراكم زي الفايدة المركبة. 3، تراكم العلاقات. ابتسامة وكلمة طيبة وقوفك مع حد وقت ما يحتاجك، الأفعال دي بتتبني فوق بعض وبتخلق شبكة علاقات قوية، شبكة ترفعك وقت ما الدنيا تضيق بيك. ودلوقتي هقولك على تاني نوع من التراكمات، التراكمات السلبية. وده يا صديقي الطريق اللي بيكسرك، وده برضو على أنواع. واحد، تراكم الضغوط، زحمة ومسؤولية وقلق، كل واحدة منهم بسيطة بس لما يجتمعوا يضغطوا على صحتك ونفسيتك من غير ما تحس. اتنين، تراكم الأفكار السلبية. لما تقول لنفسك أنا مش نافع، أنا ضعيف، الناس أحسن مني، وتكرر ده كل يوم، ده مش مجرد تفكير، دي عادة، عادة بتلون حياتك كلها بالسلب. 3، تراكم الغضب، اللي بيكسر الناس مش ضربة واحدة، ده آخر قشاية فوق تراكم سنين من التجاهل والأذى والمواقف اللي اتسكت عليها. ودلوقتي هقولك على النوع الثالث من التراكمات، التراكمات الروحية. وده يا صديقي فعليا اللي بيغسلك من جوه. يعني مثلا الاستغفار، استغفار واحد مش بيفرق، لكن 100 استغفار يوميا أو 1000 مع الوقت تحس براحة وبانفراج وبأبواب بتتفتح قدامك. ربنا سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والذكر يا صديقي سبحان الله والحمد لله وآية الكرسي قبل النوم، دي مش كلمات، دي حصون يومية تراكمها أقوى من أي ضغط نفسي أو خوف داخلي. القرآن صفحة واحدة في اليوم هتلاقي قلبك اتبدل، أفكارك اتثبطت ونفسيتك ارتاحت. القرآن بيعيد تشكيلك واحدة واحدة، آية فوق آية. والخلاصة يا صديقي أنت نتيجة ما تفعله كل يوم. كل شيء في حياتك حاليا هو نتيجة تراكم سنوات فاتت، تفكيرك وإيمانك وصحتك، علاقاتك ونجاحك. لو العادات إيجابية حياتك بتعلى، لو العادات سلبية حياتك بتنزل. والمفاجأة إنك في أي لحظة تقدر تغير الاتجاه ده. عادتك النهاردة هي شخصيتك بكرة، وانت المسؤول عن بناء النسخة اللي نفسك توصل لها. زي ما عمل جيمس كلير اللي بدأ من الصفر وبنى نفسه عادة فوق عادة لحد ما بقى واحد من أكتر الناس تأثيرا في العالم. وفي الحلقة اللي جاية هنتكلم عن أول خطوة عملية وإزاي تخلي العادة واضحة وسهلة وتبدأ من غير ما تحارب نفسك، الخطوة اللي هتفتح باب كل التغيير اللي نفسك فيه. استعد لأن اللي جاي أقوى. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت إنك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك أي فكرة أو موقف مفيد ابعته لنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو أنت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة أو معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.